الجميع صديقي لخدمة هدفه في حياته ومنه الفلوس أو السلطة، ولما بيقربوا أكتر من تحقيق أحلامهم بيفرحوا. ولكن أنا رجل بسيط جدا بسعى للقوة المطلقة وبهدف فقط الهدف اللي كنت أقصده في حياتي التانية. فبيشتم أحد الرجال بطلنا كانغ بيقول له قاتل بشرف بطل الجهات الجاحظة بتاعتك دي، وبعدها على طول بيندفع كل الرجال على كانغ وهم مستهدفينه لتناول الطعام بواسطة حركة لولبية. لذلك بيرفع فيها كانغ بيضغط على قائدهم ضربة بتجيب أجاله حرفيا، فبيخاف الرجال على قائدهم اللي تم إهانته بواسطة كانغ النجاح. بيندفع كلهم في وقت واحد وبيبقوا فاكرين ان كانغ هيفشل ضدهم، ولكن كانغ بيستخدم حركة كونج فو وبيضرب 3 رجاله في وقت واحد. فبيقوم القائد مرة تانية وبيصد هجوم قوي جدا بيتفادوا له كانغ في لحظة، اللي بيرفع فيه 3 الرجال تانيين وبيجيب أجلهم نهائيا. فبيندفع كانغ بكل قدرة على الرجال اللي تحتكهم، ولكن بيظهر قائد للجماعة وبيقف لكانغ وبيقول له انت ضربت كم الرجال الحقيقي من بواسطة حركات غريبة أول مرة أشوفها. استعد لأنك هتواجه السيد فرونكو طلية حقيقي دلوقتي. وبعدها بيفعل المقاتل القدرة الكاملة بتاعته، وبواسطة المنة المنتشرة بيرفع سرعته من دفاع على كانغ، ولكنه بيقدم في لحظته ما لا يمكن توقعه. بيراها كانغ ضرر كافية تجيب أجله، وحرفيا هي جابت له ارتجاج في المخ خلاص من شدتها. فقبل ما تسرح بيها عزيزي المشاهد كده وما تبقاش فاهم حاجة، تعالى فهمك احنا بنقول ايه. في الماضي وبالتحديد في حلبة القتال بنشوف الجماهير شغالة تقول المقاتل المثالي، وبعدها على طول بنشوف المذيع بيقول السيد المثالي كانغ سانج ضرب خصمه ضربة قوية جدا في أعلى وجهه، في أقل من ثواني بيريح الخصم على الأرض لأنه ما قدرش يستحمل ضربة بطلنا. كانغ في الماضي كان مقاتل، وبسبب خسارة الخصم وإصابته بالإغماء بينشر الحكم إن كانغ سانج بقى هو الفائز ببطولة العالم، وبقى بطل العالم وأقوى مراكن في العالم، مستحوذ على الحزام الذهبي أكتر من مرة. ولكن في وسط الفرحة الكبيرة دي بنشوف إن كانغ تعبان جدا، وبيبقى ظاهر إنه مريض، فبتتحب تقوى بتقول لبطلنا كانغ مبارك يا سيد جانج، بفوزك ببطولة العالم وحصولك للقب المرة الثالثة على التوالي، ده غير المرات اللي حصلت فيها قبل كده، يعني عايز تقول ايه للجمهور اللي بيحبك؟ فبيقول كانج حاجة صادمة جدا للعالم، ألا وهي إن ده آخر نزال هدخله ومش هدخل نزالات تاني. وبيعلن كانج اعتزاله أمام كل العالم، فبيحصل احتياج بسبب التصريح الخاص بكانج اللي ظهر فجأة، ولذلك بيسألوه عن سبب قوله لهذا الكلام. فبيرد كانج صحيح زي ما قلت لك إني هعتزل مش من فراغ، بل بسبب إن صحتي تدهورت والمرض بقى في حالة حرجة عندي بسبب القتالات وصعوبة التدريب. فبيسألوا المذيع إزاي يعني هو أنت تعبان أصلا؟ فبيرد مدير أعمال كانج البطل كانج تعبان جدا بسبب صعوبة التدريب الشاق والقتالات وجسده بينهار حاليا. ولما سألنا العديد من الأطباء قالوا إن كانج ما ينفعش يتدرب تاني. فبيتهور الصحفيين لأن كانج يعتبر رجل رياضي وبطل وطني لأكثر من 30 عام. فبيزعل الجمهور كله بسبب اللي حصل لكانج وإنه دلوقتي هيسيبه كده ويمشي. فبيرد مدير أعمال كانج خلاص انتهى الأمر، وهو مش لازم دلوقتي نعمل أي شيء، اللي حصل حصل ومش هنعرف نغيره، ولازم يمشي مع كانج دلوقتي. وبعدها بيسيب كانج اللقاء الصحفي والجمهور وكل شيء، وبيقرر يمشي في حالة يرسى لها. فبيقول لنا كانج السيد المثالي هذا هو اللقب الذي كان يناديني به الناس حتى أني قمت بطل عالمي، بيشبهني كده بأبطال مارفل. اكتشفت أن الموهبة اللي عندي دي كانت من سن صغير، فبدأت أنميها واتدرب على الفنون القتالية والفنون الحديثة يعني التايكوندو، غيرها كاراتيه أو كونغ فو وملاكمة، وكسبت حزام وبطولة العالم. وبعد 30 سنة من مسيرتي علشان أكون بطل لا يهزم حرفيا، بمحطم لأرقام قياسية بمعدل فوز غير مسبوق وأرقام صعبة التحقق، ولكن للأسف لكل بداية حلوة نهاية. وبعد 30 سنة من التدريبات والبطولات لقيت المرض اشتب عليا جامد واضطريت اعتزل، بالرغم من اني كان نفسي اكمل يعني، بس للأسف المرض كان ليه رأي تاني. وبعدها بتتقفل الدنيا أمام بطلنا، وبيبان كده بشكل واضح إن كانج مات. والقتل وحد مملكة جون القارة كلها وخلت السلام على الطريق السليم فيها، بالرغم من إنها مملكة مش كبيرة وضعيفة وعندها جنود قليلين جدا بالنسبة للممالك الأخرى، كان لصمودهم فوزهم شيء معين، وهي التقنية القتالية اللي نشرها رجل في البلاد عندهم يعني، واللي بتحتوي على تقنيات متفرعة كان الأساس ليها هي الفنون القتالية، وأيضا تواقف الفنون القتالية والمورال اللي كانت السبب الأعظم في الفوز في جميع المعارك. تم اضطهاد المقاتلين اللي بيستخدموا الفنون القتالية في العالم بأكمله، وما كانش بيتم احترامهم في أي مملكة إلا في مملكة جون، هي اللي رحبت بيهم وبدأت تسلح جنودها بالفنون القتالية بعد ما شاف ملكها إن الفوز محتوم لو تم استخدام المقاتلين بشكل أمثل في الحرب. وبعدما وحد القارة أصدر قرار باحترام المقاتلين والاعتراف بيهم وبقوتهم في جميع أنحاء الإمبراطورية، وإنهم ناس ليهم مكانة زي أي محارب عادي في العالم، ليتم اعتبارهم في النهاية الطرف المنتصر والموحد في القارة بأكملها. فبنتركهم مع كانج بطلنا اللي دلوقتي انتقل إلى جسد عيل صغير،
وبيكون قاعد بيقرأ كتاب في المكتبة عن إزاي بقى في شيء اسمه الفنون القتالية أصلا في العالم ده اللي تم بعثه فيه يعني. فبعد ما بيخلص الكتاب بتاعه بيقول لنا إن القصة كانت حلوة جدا وممتعة، وبالأخص الجزء اللي بيتكلم عن الفنون القتالية. فبيقطع تفكير بطلنا دخول المنظفة اللي بتزعله وبتقول له: أنت بتعمل إيه هنا يا سيدي؟ أنا قلت لك قبل كده إن أنت ما تتسللش للمكان ده وتيجي خلسة. فبيتأسف لها كانج وبيقول لها: مش هعمل كده تاني. فبتعبد الست بالإشفاق عليه وبتقول له: لا أنا مش قصدي حاجة، بس قبل ما تيجي تاني بقى قول لي علشان أنظم لك المكتبة وأنظف لك الأرض، لأن المكان اللي أنت فيه ده دلوقتي مش مترتب ومش نظيف. فبيسيبها كانج وبيجري. فلما بتسأله: أنت رايح فين؟ بيقول لها: أنا هخرج ألعب بره البيت شوية. فبتوصيه إنه يرجع قبل الغدا علشان ياكل. فبيجري كانج بكل سعادة وبيقول لها: خلاص تمام. وبنشوف إن خلفية بطلنا كانج لوحة مكتوب عليها جدار النمر الذهبي. في وقتها إن ده هو اسم عائلته الجديد. فبتقول لخادمها بعد ما بيمشي كانج إن الأطفال عادتهم بيحبوا اللعب وفيهم طاقة كده، أنا بأمل إنه يرجع بالسلامة وما يحصلوش أي مكروه. فبيبدأ يضحك الحارس الخاص بعائلة جدار النمر الذهبي وبينظف بنظرة شيطانية كده، وبيقول: أنا كمان بتمنى إنه يرجع بخير. الناس هيدفعوا مبلغ كبير جدا فدية لإنقاذ السيد الشاب لجدار النمر الذهبي. أنا بتمنى إن محدش يخطفه وهو بالخارج. وبيبقى ظاهر إن الزبالة ده بيخطط لشيء في الخفاء. فبتتحرك الأحداث مع كانج بطلنا اللي بيبدأ يعمل شوية تمارين يفك بيها جسده علشان يبدأ التدريب الخاص بتاعه في الغابة بشكل سري. وبعد ما بيفك جسده بشوية تمكيمات بيبص بطلنا لشجرة قوية وبيقول لها: يلا نلعب. وبعدها بتبدأ صيحات الجماهير تتردد في أذهان بطلنا كانجا، وبيتخيل الجمهور اللي بيشجعه، وبيوصل بالخيال لأنه بيبقى متخيل نفسه في الحلبة. ومش كده وبس، بل وفي مقاتل كمان أمامه وهو مستعد إنه يدخل في قتال ضده. فبيفضل أمامه مستعد لتسديد لكمة في غاية القوة عليه. فبسرعة خيالية بيتفاعل اللكمة، وبكل سهولة بيقول إن الخيال بيستهدف رأسي وأنا أسرع من إن يتم استهدافي بضربة زي كده. وبعدها بسرعة بيصد كانج هاجمه على الخيال القتالي اللي ما بيحصلوش حاجة، وفي نفس اللحظة بيسدد على كانج ضربة قوية جدا. ده باين إن كانج مش هيعرف يتصدى لها. فبيتراجع فعلا كانج في العالم الحقيقي، وبيبان إن هي التقنية كانج طورها علشان يتدرب بيها ومش مجرد خيال في عقله. فبيقرر كانج يسدد عدة ضربات متتالية لإنهاء الخيال القتالي نهائيا. وأثناء ما كانج شغال يضرب بكل قوته بنشوف إن في مقاتل بيراقب كانج في مكان عالي، وبيبقى مستغرب من الحركات الغريبة اللي بيعملها كانجا. فبيندفع كانج على طول على الخيال، وبيكون بضربه ضربة بكل قوته في راسه كسرها خالص. وفي العالم الحقيقي بنشوف إن كانج قدر يكسر الشجرة قوية اللي كان متخيلها خصم شغال يتمرن عليه، والغريب إنها برضو نفس الشجرة اللي كان المقاتل بيتفرج على كانج منها. فبيبقى كانج للشجرة وبيقول: فعلا الفنون القتالية مش لعبة، مجرد ضربة بسيطة حتى مش بكل قوتي جلبت آخر الشجرة القوية اللي ظاهر إنها ما استحملتش الهجوم. فبنعرف إن مرت 9 سنين فعليا وهو في جسد الطفل ده، ومعاه ذكريات حياته السابقة كلها كأنكم ولايكم. وما بقاش بطلنا عارف هو اللي بيحصل له ده حلم ولا حقيقة، وبيسأل نفسه للمرة التانية: وانا في حلم ولا في حقيقة يا شباب؟ ولكن كانج يستقر على شيء واحد، وهو ان اللي فات مات. حاليا المهم هو التركيز والوقوف على قمة العالم ده والرجوع إلى ما كان عليه سابقا في حياته السابقة كسيد المثال كانج سانجا وأقوى مقاتل في العالم. ولكن بيقتحم حماس بطلنا فجأة صوت واحد بيقول له: مستحيل اللي بيحصل ده، ما تقنعنيش ان في طفل عنده القوة الكبيرة دي. فبيرد له كانج وبيقول له: باين ان احنا عندنا ضيوف بيتفرجوا علينا هنا في الخفاء. ايه الاخبار يا حلو؟ بتراقبني ليه؟ فبعد شوية من تحقيقات كانجا مع المقاتل بيتوصل الى انه محارب بعته رئيس عائلة جدار النمر الذهبي اللي هو والد بطلنا كانج يعني، علشان يحمي بطلنا من اي مكروه ممكن يصيبه. فبيقول له بطلنا: بس انت شخت كده تدريبات السرية صح؟ فبيتأسف له المحارب على الفعل اللي عملها. فبيفضل مش هتتم ماشية بالشكل اللي هو كان عايزه، لأنه والده بيحب الفنون القتالية، والعالم ده عموما مرتبط بالفنون القتالية القديمة، وما يعرفوش حاجة عن الفنون القتالية الحديثة اللي كانج بيتدرب عليها زي الكونغ فو والكاراتيه وما إلى ذلك. فتعالوا نعرف حاجة صغيرة كده عن عائلة جدار النمر الذهبي الخاصة بوالد بطلنا. هي للأسف أضعف عشيرة من بين أقوى 10 عشائر تجارية، وبالرغم من كده ليهم تأثير كبير جدا من ناحية الأعمال التجارية اللي في السهول الوسطى وكده. وبالرغم من كل ده برضه بيرجع السبب شهرتهم وإنهم عائلة عظيمة إلى المعاملة الكبيرة اللي بيعملها تجار جدار النمر الذهبي للناس، والمساعدة الكتيرة اللي بيقدموها بالمجان.
والراجل المحترم اللي انتوا شايفينه ده بيبقى والد كانج التاجر يون. ربنا رزقه ببنتين، وفي السنوات الحلوة دي اللي هي عبارة عن 9 سنين يعني ربنا رزقه بكانج بطلنا. فبتحمل أحداث وبيقف كانجا أمام والده اللي بيقول له في وقتها أنت بتتدرب على الفنون القتالية في الفترة الأخيرة صح؟ أنا سمعت أن أنت بتتدرب على فنون العصابات والحرامية صح ولا أنا غلطان؟ فبيرد له كانجا مين اللي قال كده؟ والله ما حصل، أنا بتدرب عادي يعني. فبيتعصب يون وبيقول لكانج وكمان بتكذب عليا، أنا سمعت إنك بتتدحرج على الأرض زي البيض باللكمات والقبضات وبرس رجلك. لو أنا مش غلطان دي تعتبر نفس طريقة الخنازير قاطعين الطرق. انت نفسك تبقى حرامي ولا ايه يا ولا؟ فبيرمى كينج والده بنظرة ثاقبة وبيقول له لأ، التقنيات اللي بتطري عليها دي ثمرة جهود معلم كبير علمهاني لما كنت صغير، فما يحقلكش ان انت تقول عليها كده. وحرفيا كانج كداب. فبيزعق والده وبيقول له انت بتستخف بيها يا ولا، انا عارف الحرمية وقاطعين الطرق دول كويس جدا، انت نسيت انك تاجر ولا ايه؟ من اليوم يا كانج حابب تتدرب على الفنون القتالية، اتدرب على فنون قتال تليق بيك، وعلشان كده انا هساعدك وهجيب لك معلم فنون قتالية، او ممكن ابعتك لطائفة جبل هوار. فبيقطع كانج لا انا مش عايز حد يدربني، تقنياتي متطورة وجامدة جدا. فبيعرف يوني والد بطلنا وما يبقاش مصدق اللي بيقوله بطلنا اساسا، لان كانج السابق كان مطيع جدا، ولما والده كان بيقول له اعمل الشيء كان بيقول له حاضر ونعمة. انما الان الوضع تحول 280 درجة. فبيضهم ريون خلاص يا كانجا الامر حسم يا ابني، بعد 10 أيام استعد لأنك هتمشي علشان تكون متدرب لطائفة جبل هوار. فبيتعصب بطلنا وبيقول له لا مش هيحصل، والله ما هيحصل، بقول لك ايه يا والدي ما تيجي نعمل رهان انا وانت. فبيقف يوني وبيقول له رهان يا ولا اللي انت عايز تعمله معايا؟ فبيرد كانج بكل بساطة كل اللي انت هتعمله ان انت هتبعت لطائفة جبل هوار دعوة علشان يبعتوا تلميذ من عندهم في نفس عمري، ولو كسبني هتتبع لأوامرك، ولكن لو فنوني كسبت مش عايزك تفتح بقك معايا في اي تدريب اعمله بعد كده، ايه رايك؟ فبيضحك تاج جدا على ابنه وبيقول له خلاص تمام انا موافق على طلبك ده، فتراهن هذه المرة يا ولا. وبعدها بيضربوا ايدين بعض، ودي علامة على ان اللي حصل بينهم ده كلمة رجالة، واللي هيرجع في كلمته هيبقى عيل. ايوه بالظبط زي الولد اللي مش عامل اشتراك في القناه بتاعتي كده. فبيضحك تاجر يون جدا وبيقول في سره الطفل ده ساذج جدا، انا كنت عايز اعمل كده من الاول اصلا، اديها جات لي على حجري وهتخسر بشكل رسمي. فبيكمل التاجر لاني هجيب له ضيف مميز، الشخص اللي هيقتله هو تلميذة كي من يوك شيخ الطائفه الاول محارب زهر الباركوكس. فبتحتشب الاحداث وبنشوف بنت ولكن خصمها مش سهل برضه، وبضربة واحدة بيبعدها مسافة كبيرة عنه وبيندفع بكل قوته لإسقاطها نهائيا. فبترصيهم تاني على رجلها وبتستعد لصد الهجوم، بينما خصمها بيندفع بكل قوته متحديا البنت ان هي تصد ضربته الفتاكة جدا دي. فبتستخدم البنت الفنون القتالية وبالتحديد تقنية سيف الاندماج السماوي اللي بتطلقه على الخصم بتاعها وبيدمره حرفيا، وبتعمل انفجار كبير جدا بيكون ناتج عنه ايقاف هجوم الولد. ومش بس كده بل بيتدمر السيف بتاعه كمان، والامر ده بيثير ذهوله جدا لان الفتاة دي قوية جدا حتى ان قوتها بترتفع كل شوية بصورة مرعبة. وبعدها بيقوم وبيقول لها يون هو أظن إن أنت مش هيعدي وقت كبير عليكي وهتكوني ظهرتي جبل هوا. فبتشكر البنت أخيها الأكبر على التدريب ده بكل صراحة، وهنا بنستنتج إنها نفس الطفلة اللي المفروض هيواجه كانج بطلنا. وحرفيا كل عام وانت في عالم الجحيم كانج هتتفشخ حرفيا يا ابني. فبيظهر معلم البنت والولد وبيقول لها انت بتعملي شغل جامد جدا الايام دي. فبتتفاجئ البنت جدا ان معلمها كان واقف وبيتفرج عليها وهي بتتدرب. فبيقدم لنا المعلم البنت دي عندها موهبة كبيرة جدا، وكمان شخصيتها جميلة ولطيفة بالتفكير، انها تلمستي فانا احسد حالي بصراحة عليها. وبيبقى المعلم معتبرها زي بنته بالظبط. فبتبتسم البنت يا معلم مش انت قلت لي انك مشغول اليوم؟ فبيرد المعلم انا جيت اقول لك اخبار سارة، في صديقي استدعاني انا وانت. فبتتفاجئ البنت الصغيرة جدا من الخبر ده وبتسأل معلمها يعني هقدر اكل حلويات؟ فبيرد ويظهر له البرقوق، ومش كده وبس ده انت كمان هتلاقي العديد من الأطعمة اللي متاح ليك انك تاكليها بكل سرور. فبتضحك البنت جدا لان نفسها تاكل حلويات، ولكن للأسف بسبب التدريب وانها ما عندهاش وقت محرومة منها. فبيوقف المعلم فرحتها وبيقولها بس في حاجة صغيرة، يا صديقي اللي دعانا عنده طفل في نفس عمرك وقلقان على ابنه لانه بيظهر ان هو بيتدرب على فنون متدنية من الدرجة الثالثة، وهو يوصف هنا انها فنون زبالة يعني، وعايز منك يا فتاة انك توسعيه ضربا وتعلميه الادب حرفيا علشان يفوق كده ويصدق ان الفنون القتالية الروحية اللي هو رافض التدرب عليها دي هي الطريق الصح. فبتلمع عيون البنت اكتر وبتقول لمعلمها
بس كده؟ خدني لي وانا هعلم لك على وشه واعمل لك منه لوحة فنية تستحق المشاهدة. وبصراحة انا بحب الثقة دي. فبعد مرور بعض الوقت بيتاح الخبر ساحة منزل جدار النمر التجاري بالكامل، وان كانج هيقلد تلميذه شيخ طائفة جبل هو الاول زهرة البرقوق. وطبعا كالعادة بيقول كل الناس ان كانج هياخد على وشه من البنت لانه مجرد عيل تافه ما يعرفش حاجة عن الفنون القتالية، انما تلميذه الشيخ الطائفة متدرب شخصيا تحت يديه. يعني كانج اتدمر من قبل ما يدخل الحرب حتى. وهتشوف برضه ان التاجر يوم فرحان ان ابنه هيتم فشخة، وبيقول انه عيل زبالة هياخد على وشه. وبجانبه طبعا بيكون كانج واقف وبيحس بالبرد فجأة بسبب نظرة ابوه ليه، وباين ان والد كانج مشخصنها قوي. فبيطلع زهرة البرقوق مع البنت اللي بيبدأ يتأسف عن تأخرهم، وبعدها بتقدم البنت الاحترام للتاجر يون لانه استضافهم في يوم زي ده في جيته. فبيبقى كانج للبنت وبيهنج لانها في الاخر طلعت طفلة. وبطلنا لما قال لوالده في نفس عمري كان قصده عمره السابق اللي هو 40 سنة ونسي انه طفل. فبيستغرب والد كانج من كلامه لانه برضه هو كمان طفل. فبيسخن كده التاجر يون وبيقول لزهرة البرقوق بما ان الضيافة خلصت وعرفنا نفسنا لبعض يلا نبدأ النزال على طول. فبيقف يون امام البنت اللي ابتسامتها فشخة رص وجهها، وبعدها بيقول المعلم التعليمات اللي مفادها يعني ما تعوروش بعض جامد، وده قتال مش حقيقي ما تستخدموش فيه سيوف حقيقية، كفاية سيوف المصنوعة من الخشب. وبيكمل كلامه وبيبص لتلمسته قائلا وفي اللحظة اللي بيفقد فيها أحدكم وعيه علي أن يتوقف عن القتال ويتم إعلان أن الطرف الآخر هو الفائز. وبيبان أنه بيشاور على تلمسته يعني أكنها يعني اللي هتخلي كانج يفقد وعيه، إن كانج يعني هيخسر بشكل وإن تلمسته هي اللي هتكسب. وبعد التعليمات بيقول زهرة البرقوق ابدأوا القتال حالا. فبتبسم البنت وبتقول أنا تلميذ الجبل هواء اللي من الدرجة الرابعة وأستخدم تقنية الاندماج الأساسي. وعلى فكرة يا شباب حابة أقول لكم حاجة كده أقولها للتقنية اللي هتستخدمها، ده نوع من التقليل من قوة الخصم علشان يحدد نفسه يعني وكده. فبيفضل وبياخد وضعية الكاراتيه كده. فبتستغرب البنت من وضعية كانج وبتقول إنه أكيد بيستهزأ بيا، علشان كده بتقرر البنت إنها تطلع العنان لقوتها الكاملة لإذلها الكائن نهائيا. وبعدها بتندفع البنت بسرعة مرعبة جدا على كانج بتقنية الاندماج. فتفكر إن كانج هيدافع تبقى غلطان، لأن كانج مش بيدافع على هجومها بل بيندفع بجسده الكامل. والأمر ده بيهنج جدا وبيهنج كل الموجودين لأن دفاعه الحالي بقى مفتوح وسهل جدا إنها تخترق وتدمره. فبتنزع على البنت على كانج بالسيف الخشب مباشرة، وشكل كانج بطلنا ودع خلاص الملاعب. ولكن كانج بيفاجئ كلنا ومش بيروح لجسد البنت بل بيمسكها من رجليها وبيعملها فينش زون سينا كده، وفي ملامح اللحظة بيخليها تريح على الأرض. فبيقف كل المشاهدين اللي بينهم التاجر يونج وزهرة البرقوق وهانجين لأنهم أول مرة يشوفوا التقنية بالشكل الغريب ده. فبيقعد بطلنا على جسد البنت اللي بتبقى تحتيه مستغربة، ونتيجة لكده بتبدأ تقول له انت ازاي بتسمي اللي بتعمله ده فن قتالي؟ هذا ليس إلا قتال شوارع يا فتى. فبيقولوا على كانج وبيقول لها وهو بيحضر ضربته على المطبخ يا فتاه، وبعدها بينزل بقبضته اللي بتزلزل المكان وبتعمل احتياج بشكل مرعب جدا. فبنعرفه عرفنا وإن كانج ما كانش بطل عادي، كان كده لأنه انتصر في جميع الأوزان اللي أقل منه واللي أضخم منه. وبعد كده حصل على لقب السيد المثالي. في الحقيقة بقى مثالي في كل شيء. تعرفوا بسبب إيه؟ أكيد بالسبب إن كانج كان بيهاجم نقاط ضعف خصمه، وبعد تحديدها طبعا فبتنزل أجمد كانج اللي بتنزل تدمر الأرض من شدتها وبسبب قوتها القوية جدا والمدمرة يعني. فبينزل كل اللي موجودين، حتى إن التاجر يونج من الصدمة بيشجع ابنه وهو مش مدرك أصلا إنه خسر الرهان ودفع المبنى. بنشوف كده إن في شخص متخفي بيراقب الوضع، فبتبقى دي الفتاة بجانبها وبتلاقي إن كانج حفر حفر بقبضته بجانبها علشان يقلل منها يعني، ويثبت لها إنها لو نزلت الضربة دي على دماغها كانت عملت من دماغها صلصة عصير طماطم زي الفل. فبير كانج على والده شكرا يا والدي إن أنت بتشجعني، بس بكل بساطة أنا اللي كسبت الرهان، ريح بقى وسيبني في حالي. فبيتصدم التاجر يون وبيبدأ عقله يستوعب الأمر وإنه خسر الرهان فعلا، وعلشان كده بيقول لكانج يا أيها الخنزير الزبالة، انت ازاي بتتاجر على التحدث عن الفوز وانت فشلت في القتال اصلا؟ فبيتهدد كانج لانه بيعرف ان والده غير من كلامه اول ما عرف انه هيخسر الرهان، وبيتكلم قائلا ليه ازاي خسرت يعني؟ انت مش شايف ان انا وقعت خصمي ووصلته للحالة اللي ما بقاش عارف يتحرك فيها؟ ازاي خسرت دلوقتي؟ لو ما كنتش اوقفت هجومي كان زمانها اتصابت اصابة بليغة وكبيرة جدا. فبيتعصب التاجر وبيقول لكانج ايه نوع من الفنون القتالية ديت؟ ده قتال شوارع اصلا، أي حاجة مش بيتم تدربه واكتساب الطاقة فيها عن طريق التنوير هي فنون شوارع مش أخطر يا فتى، افهم بقى. فبيتظاهر البرقوق بيقول في دماغه كانج كلامه صح فعلا، وعنده تحكم كبير جدا في طاقته بالنسبة لعمره، إنما أنا كفنان قتالي ما ينفعش أعترف بالقتال ده. فبيقول لمعلم زهرة البرقوق كانج بص يا ولد،
الفنون اللي انت بتعملها دي ما بتختلفش عن فنون طوائف الشياطين والطوائف الشريرة. الفنون القتالية الحقيقية مش بتتخلى عن القوة بس، لازم يبقى ليها علاقة بتنقية الجسم والرجولة في نفس الوقت في القتال. فبيبدأ كل الموجودين يجوا في صف كلام وبيقولوا فنون قتال كانج بتسعى للقوة فقط، وهذا الشكل لا يختلف عن أشكال الطوائف الشيطانية. فبيتعصب بطلنا وبيقول لكانج ممكن تقول لي يا معلم بقى إيه الفرق بين الشيطان الذي لا يقهر اللي بالرغم من تعلمه الفنون الراقية طغى وسعى في الأرض الفساد وقتل العديد من الناس الأبرياء بالرغم من أنه من الجانب الأرثوذكسي، والفرق بينه وبين الملك الشجاع الغير أرثوذكسي اللي برضه بينتمي للفصيل الشيطاني؟ فبيتهنج زارة البرقوق وما بيعرفش يرد على كانج ويقول له إيه. فتعالوا أحكي لكم حاجة. قبل 80 سنة كده كان هنالك فنان إيطالي واعد جدا وموهوب من الجانب الصالح اسمه بان سونج، الشيطان الذي لا يقهر. لاحقا ظهر منه جانب شرير جدا بعد تعلمه الفنون شيطانية، قتل عدد كبير جدا من الناس الأبريات. والمشير للسخرية بقى والحاجة اللي تصدمك إن الفنون دي تم إيجادها في كهف سري مخصص للثقل الروحي. يعني الثقل الروحي دول الناس بيبقوا كل حياتهم بيقضوا في التدريب بس، وما بيعملوش حاجة شريرة أصلا في الخير. يعني أساء بان سونج فهم الكتاب، ونتيجة لذلك كبرت بداخله الرغبات الشريرة ليصبح في النهاية شيطان داهية وأسوأ القتلة اللي جم في عصره. بينما على الجانب الثاني قائد الشعبيات الملك الغير أرثوذكسي الشهم بيو كيونغ أشاد الناس العامة بجدعنته وثباته برغم إنه من فصيل غير الصالح. أشاد الناس بيه وقالوا إنه هيبقى من أفضل 100 مقاتل، وبالفعل بقى واحد من أفضل 100 مقاتل فعلا، وكان معروف عنه إنه صارم جدا وبيدافع عن الضعيف، وعلشان كده قلبوا الملك الشهم. فبانك اللوكلين مع كانج اللي بيقول للمعلم زهرة البرقوق بص يا معلم، مش معنى إن الشخص يتعلم فنون مستقيمة إنه راجل مظبوط ويحترم في أي مكان، ممكن يبقى زبالة. الشخص مادام بيعمل أفعال شريرة حتى لو اتعلم تقنيات صالحة يمكن اعتباره غير أرثوذكسي، أو يقصد يعني يمكن اعتباره من الطوائف الشيطانية. والعكس صحيح، لو في شخص يعني اتعلم تقنيات غريبة بالنسبة لك وصالح في نفس الوقت ما بيعملش حاجة غلط يمكن اعتباره صالح وأرثوذكسي عادي جدا. فبيدرك السيد كيو إن كلام كانج فعلا صح وإنه شتت نفسه على الفاضي. فبتنطرد طاقة السيد كيو بشكل مرعب جدا بسبب كبته للغضب، لأن طفل صغير أعطاله نصايح فتحت دماغه وعرفته أشياء غلط كانت بداخله. فبقلق كانج ليه وبيقل شوية لأنه حاسس إن ممكن يبقى عمل حاجة غلط بالرغم من إنه ما عملش حاجة وكان بيقول وجهة نظره مش أكتر. ولكن فجأة بيحصل شيء غير متوقع، وهو إن السيد كيو بيحصل له تنوير فجأة بسبب كلام كانج ليه. فبينزل الحارس اللي كان بيتفرج خالصة من الأعلى وبيبارك للشيخ الأول على التنوير اللي حققه. فبيقول له السيد كيو لا مش مهم التنوير، المهم دلوقتي إن أنا عرفت إن في جدار صعب أمامه لسه مش هعرف أوصل له. فبيضحك كل الحاضرين وبيقولوا له السيد كيو عايز تشوف الجدار الأخير؟ أنت أصلا فاضل لك جدار واحد وتبقى في قمة الفنون القتالية في العالم. فبيبصوا لهم كانج وبيقول لهم هو إيه الهبل ده؟ بيحصل تنوير لمجرد كلام قلته؟ إيه العبث ده؟ هو الأمر سهل كده؟ فبيقلن استغلال الأمر وبيقول مش مهم يا سيد كيو، المهم دلوقتي إن أنا فزت بالقتال ده، صح؟ ولا أنا غلطان؟ فبيقول له السيد كيو أيوه صح. فقبل ما يكمل للسيد كيو كلامه بيقطع كلامه كانج وبيقول له والدي أنا كسبت الرقان، وبيبان إن كانج مبسوط جدا جدا. فبنتاني الحكاية وبتبص في وقتها البنت الصغيرة لكانج وشكلها عايزة تقتله بسبب إنه هزمها بحركات غريبة كده منه. فبنرجع معصان البرقوق اللي بيقول لكانج أنت مستعد يا ولد ولا إيه؟ فبيقول له كانج أنا مستعد يلا نتقدم. وبجانب بطلنا والمعلم بيكون الناس واقفة ومش مصدقين إن هم هيشوفوا قتال بين بطلنا اللي يعتبر لسه عيل صغير والشيخ الأول لطائفة جبل ه. فبيبدأ كانج يحلل الأمر وبيبان إن الشيخ الأول واقف ومش بيتحرك مستنيه هو يتقدم. وطبعا بما إن الشيخ فنان قتالي بيفهم على طول كانج إنه زمان نشر طاقته الداخلية وهو لو تقدم يلبس في الحيط. فبيتوصل كانج لإنه علشان يحول القتال ده لازما يخليه قتال قريب المدى علشان ما يبقاش للشيخ الأفضلية في القتال. فبياخد كانج وضعية القتال بتاعته وبيبص للشيخ وهو عازم على عدم التقدم بسرعة زي ما بيعمل كل مرة. فبيفضل إن كانج لاحظ المجال الهيكل الخاص بيه وبيقدر إن الشيخ الأول إن كانج أعظم موهبة من تلميذاته، فعلشان كده بيفاجئ الشيخ كانج وبيوسع المجال بتاعه لعند كانج. والأمر ده بيصدم كانج بطلنا بصورة مرعبة، وبعدها باستخدام السيف الخشبي بيسدد الشيخ على كانج ضربة بماله القوية جدا. فبيتفاداها كانج بواسطة حركة الملاكمة بتاعته، فبيسدد الشيخ ضربة تانية وفي نفس الأمر بيتفاداها كانج تاني. فبيستعجب الشيخ من اللي حصل وإن يعني كانج بيتفادى هجماته بالرغم من استخدامه الحركات الغريبة دي. فبنشوف كانج وهو قلقان جدا لأن الشيخ باين إنه مش بيتسلى معاه وبيقوم بدمج حركات حقيقية ممكن تقتل كانج مع حركات مزيفة وبيدمر بتاعته علشان يخوف كانج. وذا الأمر اللي بيرعب كانج فعلا وبيبقى مستعد لتسديد هجوم قوي جدا على رجله لكسرها خالص. ولكن الشيخ مش تلميذ وبيرفع كانج بضربة كانج بينصدم منها ومش بيدرك إن الشيخ عرف هجمته السريعة. فبيقول له الشيخ أنت لسه صغير يا ولد إنك تعرف تعمل معايا حاجة زي كده. فبيعمل بطلنا حاجة صدمة للكل وهي إنه كان عارف إن الشيخ الأول هيمسك تحركه، فعلشان كده بيتبادر بالهجوم الحقيقي اللي هو فينش المصارعة الحرة اللي بدوره هيوقع الشيخ على الأرض ويثبته. فبيضحك الشيخ عليه وبيقول له أنت بتعمل إيه يا ولد؟ فبيحط كانج قدمه على راس الشيخ وفجأة بيضربه في عصب رقبته والضرر بيكون كبير جدا. ولكن فجأة بيقطع حماس كانج الشيخ الأول اللي في لحظة بيفعل طاقته
حركاته الداخلية وبيخرج للمكان، مع العلم ان طول القتال ما كانش مطلع المنى بتاعته ابدا حول جسده. وبعدها بلحظة بنشوف كانج متعلق في يد الشيخ الاول زي الطفل الصغير وضحكته فشخة بقه بكل سرور، فبيمسكوا الشيخ وبيخسسوا فيه الارض، وبنشوف ان المكان بيتدمر حرفيا لقطع مع كانج. فبتتحول الاحداث بعد مدة، وبنشوف وقتها كانج لسه فاهم من الاغماء اللي اصابه، وبيستنتج في وقتها انه للاسف خسر وما استحملش الهجوم واغمى عليه كمان. ولكن في النهاية بيتقبل الامر لانه مش دايما هيكسب، لازما يخسر يعني، والاستفادة من القتال ده كانت اكبر من الخسارة. فبيخش له الشيخ وبيقول له انت صحيت يا ولد اخيرا؟ فبيقول له كانج صحيت، ايه اللي جابك هنا يا عم انت؟ فبيضربه الشيخ على قفاه وبيقول له انا جيت علشان اقلت عليك، بس باين انك عيل زبالة ما بيحصلكش حاجة. فبيقول له كانج يعني انت جاي ترخم عليا اول ما صحيت يعني كده ولا ايه؟ فبيقول له الشيخ مش مهم، المهم دلوقتي حاسب بايه؟ فبيقول له كانج مش فاهم حاجة، فهمني قصدك ايه؟ فبيرد الشيخ ايه رأيك في طعم اول خسارة في حياتك؟ كانت مرة صح؟ طعمها حلو. فبيستجرد كانج وبيقول له بصراحة ديت مش اول خسارة ليا. فبيهنج كانج اللي كان مش متوقع ان في طفل او انسان عموما قدر انه يهزمه. فبيكمل كلامه وبيقول له بص يا كانج، انا هديك نصيحة لو كنت عايز تكمل في الطريقة اللي بتتدرب بيها دي. اول حاجة هسألك سؤال لازم ترد بيه عليا، انت بتتمرن عشان تبقى قوي ولا علشان استمتع بالقتالات اللي انت بتخش فبير كانج؟ انا عايز استمتع بالقتالات. وده في دماغه بيقول لنا انا افرح جدا لو حولت الفنون الحديثة لفنون روحية قتالية، الامر ده هيبقى نقلة في فنوني. فبيرد الشيخ طب انت تتجنب الفنون القتالية الموجودة ليه؟ على فكرة هي قوية وليها مزايا برضه، هل ستتخلى عن هذه المزايا ببساطة كده؟ فبيرد الكانج وهو بيدرك انه اهتم بكل وقته بتحويل الفنون القتالية لدمجها بالفنون القتالية الحالية، وناسي امر الفنون الموجودة اصلا في الطائفة وفي الطوائف اللي بجانبه. فبياخد كانج وضعية التدريب من تلقاء نفسه وبيقول لنا انا اللي حصل لي ده بسبب عنادي في السابق مع الشيخ كي، انا شكلي فعلا وقعت في فخ تناقض الافكار، لازم اصحح من تفكيري. فبيخرج الشيخ من غرفة كانج اللي بنشوف انه داخل في حالة التنوير فجأة بسبب انه وصل لحقيقة كانت مختفية عنده بالفعل، والامر ده بيظلم الشيخ كي لان بطلنا شخص مش عادي ابدا. وحرفيا بعدها بيمشي الشيخ كي وهو بيقول لنا انا بتطلع للقتال اللي هياخده ضد هذا الفتى، اراك المرة القادمة يا كانجا. فقبل ما يغادر بيوقفه بطلنا وبيقول له اللي بيكون صحي من التنوير شكرا يا سايكي. فبيقول له سايكي ولا يهمك يا كانجا، ما تنساش تزورنا في طائف الجبل وعوع. فبيقولوا كانج خلاص تمام. فمرت عديد من الأيام والأسابيع وبتروح بينا الأحداث بعد مرور 10 سنين كاملة. كانت السنين دي كافية علشان يبقى كانج شاب واعد جدا. فبيخرج لنا كانج وبيقول لنا أنا مش مصدق إن دخلت في عزلة المدة الكبيرة دي، وبطريقة أو بأخرى أنا وصلت لمستوى الذروة. وهنا كانت الصدمة عزيزي المشاهد، لأن كانج نجح في الدمج بين الفنون القتالية وبين التقنيات الحديثة اللي في عصرنا ده، وخلق تقنيات جديدة تساعده في جسده إنه يتدرب بصورة مرعبة ويصل بيها إلى بداية مستوى الذروة القتالية في العالم اللي هو فيه. فبيقول لنا كانج إني فلتت من التاجر يونو الوالدي يعني بعد الإزالة في السابق مع السيد كيكي بعد العزل، أو بقيت تمام وتعلمت الفنون القتالية الحديثة بعد دمجها بالفنون القتالية اللي في العالم ده. فبيرب ببطانة للتاجر يونو بيقول له والدي أنا رجعت من العزلة اللي كنت فيها. فبيتصدم التاجر يونو بيقول له ولا كانجا غادر البيت. فبيرب الكانجا وانت بتقول ايه يا عم انت؟ فبيرو كاجر انت كبرت دلوقتي وبقيت شاب بالغ كفايه، الجهو والتضريب لحد هنا، روح لف البلاد. اقول لك على حاجه، لف بلاد جانجوا وما تنساش تجيب بنت حلوه معاك زوجه ليك. فبيقول له كانجا طب افرض اني خرجت واتامر عليا بعض اسياد الفنون القتاليه في وقتها، هعمل ايه؟ هيعملوا من فخادي اهل شاورما البطط، لازم اتدرب وابقى قوي علشان لما حد يقرب مني اعرف اتصدى له. فبيضربه التاجر وبيقول له يا ولا ازباله، هو ليه اسياد الفنون القتاليه هيسافروا في مجموعات؟ امشي اعلى من البيت، مش عايز اشوف وشك تاني. كمان انك دلوقتي في مستوى الذروه القتاليه يا عبيط، هتتعامل باحترام في اي مكان هتروح له ازباله. اول حاجه لازم تعملها يا انك تروح لعشيره نانجوان وتزور اختك وتشوف نسايبك هناك، ولو عايز تقاتل ممكن اصلا يطلبوك تقاتل اول ما يشوفوك. فبيقول لنا كانج انا بقالي كتير ما شفتش اختي الكبيره، وكمان طائفه نانو جونج تحتوي على واحد من اقوى ال10 اسياد ممارسين للفنون القتاليه في العالم وهو امبراطور السيف. فبتختفي الاحداث اليوم التاني وبيقف بطلنا امام منزله وبيقول لعائلته عائلتي الجميله، حابب اقول لكم اني اغادري ممكن اقعد مده كبيره ما تشوفونيش او ما تعرفوش عني حاجه اصلا، بس اللي انا عايز اقوله لكم اني ابعت لرسائل عشان ما تحسوش بالفراق بتاعي. وبعدها بطلنا بيودع منزل جدار النمره الذهبي وبيقولوا له عائلته خلي بالك من نفسك يا فتى. فبيقول لنا كانج على طول انا قعدت اتدرب مده كبيره، جه الوقت اللي اشوف فيه نتائج تدريباتي، انتظروني يا ابطال المريوم. فبترب الكانج اللي بيجرب ادواته القتاليه وبيلاقي ان القفازات اللي معاه شغاله بشكل كويس جدا. فبيقول لنا كانج انا لو مشيت كده همل من الرحله وهدا تخلينا نسرع شويه من الامر. وبعدها بيقفز بطلنا في الهواء وباين انه هياخدها طيران لحد اقرب مدينه قبله. فبتختفي الاحداث امام بوابه احد المدن وفي تاجرين واقفين، بيقول احدهم للتاني مش لو اتعلمت فنون الطيران كان زماني دلوقتي مش محتاج اقف في طابور وسط الناس الكتيره دي. فبيقول لصديقه يا احمق هو في ناس اصلا بتعرف تطير في الزمن ده؟
انت بتدخن ولا ايه ولا؟ فبيضربوه. فجأة بيوقفوا عن الكلام دخول شخص قادم بل وطاير في السماء ونازل عندهم. فبعد شوية بنعرف انه كانجي اللي وصل بالسلام لبوابة المدينة، وبيسأل في وقتها التاجرين هو احنا فين حاليا؟ فبيرد عليه التاجر اللي كان نفسه يطير، يا سيدي دي واحدة من أكبر المدن في مقاطعة هينان. فبيقول له كانج تمام حلو ده، فين مقاطعة أوهواي بقى أروح لها ازاي يعني؟ وحرفيا خلف بطلنا والتاجر بيكون التاجر التاني واقف ومصدوم، لأنه حرفيا كان من شوية بيقول ما ينفعش البني آدم الطبيعي يطير، بس باين إن بطلنا مش طبيعي. فبيرد التاجر يزمن تروح ليوليانجا الأول بعد كده على أوهواي بس، وتقدر تستريح هنا شوية قبل ما تروح لليوليانجا، لأن بيقال إن الحانات هنا بيقدموا أكل جامد جدا. فبيقول له كانج خلاص تمام هقعد هنا شوية شكرا ليك. فبعد ما بيودع بطلنا التاجرين وبيمشي، بنلاقي 2 واقفين وسط التجار بيشوفوا كانج وشافوا انه جاي عن طريق الطيران، وبعدها بيقولوا ان الرئيسة بتاعتهم هتحب الامر ده جدا جدا. فبتخدم الاحداث في احد الحانات، وبيتكلم في وقتها مجموعة ممارس للفنون القتالية في العالم. فبيقول الراجل من المتوقع جدا ان يزور تلميذ الملك الطاغية طائفة نانجن جونج. فبيقول صديقه بس هيروح للطائفة دي ليه اصلا؟ فبيقول الدرع الراجل عليه ممكن يكون عبارة عن تسديد دين او اي شيء. اللي عرفه حاليا هو ان الملك الطاغية هيبعت لملك السيف الميزو بهدية. فأثناء ما الراجلين قاعدين بيكلموا عن اللي بيحصل، بيكون كانج قاعد في الترابيزة اللي بجانبهم وبيقول حلو الأمر ده، لو صارت الأمور زي ما أنا متوقع احتمال أشوف الفنون القتالية الخاصة بالملك الطاغية في طائفة نانجن جونج. وبيبقى قصده والعصير اللي في بقه، وبيقول لهم بعدها بطلنا أنا مش تلميذ الملك الطاغية، أنت شكلك غلطت في العنوان. فبيقول برميل أنت بتتظاهر بالغباء ولا إيه؟ أنت لابس درع ومتسلق، أكيد أنت هو، ما تعملش نفسك عبيط وتعالى معانا، أنا عارف إن أنت خايف مننا. وبعدها بيتكلم الجماعة اللي معاه بيقول له الكانج سالم يالة عشيرة نانجن جونج وهنسيبك في حالك. فبيفكر برميل إنه لو أكل الحبة السماوية اللي مع بطلنا، اللي هي أصلا مش معاه يعني، بس خلينا نقول إنها معاه يعني، هيقدر يوصل لمستوى الذروة العليا والمنطقة بأكملها هتخضع ليه. فبيفضل البرميل مش بيمل من الكلام ولا بيصدق، وبيقرر إنه هيسيبهم ويغادر. فبيقول لهم كانج أول ما بيشوفهم واقفين بيتفرجوا عليه شباب انتوا هتقفوا هنا ولا ايه؟ تعالوا معايا ما ينفعش كده. فبتتحول الأحداث لغابة، وبيتكلم البرميل قائلا سلم الحبة السماوية اللي معاك ومش هنقتلك. فبيندفع كانج عليه وبيقول له أنا مش تلميذ الملك الطاغية يا ابن الخرطيط. فبيفضل معيل صغير بيسدد عليه هجوم في نفس اللحظة باستخدام قبضته، ولكن كانج بيستعمل تقنية الكيك بوكس وبيخبطه خبطة في دماغه كفيلة تعمل له ارتجاج في المخ وتموته، بالسبب إنه أضعف من إنه يتصدى ليها. بيتنزع من المكان نهائيا وبيلزق في الشجرة. فبياخد كل الجماعة الصدمة حرفيا من اللي بيحصل ده، لأنه أرسل زعيمهم بضربة واحدة. فبيقول واحد فيهم لأصدقائه تلميذ الملك الطاغية ده قوي جدا. فبينفعل عليهم بطلنا كانجو بيقول لهم أنا مش تلميذ الملك الطاغية يا حسالة منكم ليا، وبيبقى شكله تحول عليهم خلاص. فبيحذر المقاتل صحابه إن هم هربوا من المكان بسرعة، لأن تلميذ الملك الطاغية في حالة هيجان دلوقتي، وبيوصل بيه الحال إن هم بيطلبوا النجدة، يخرب بيت الضحك اللي بيحصل. فبتتحول الأحداث لنفس الحانة السابقة، وبنشوف وقتها الرجالة بتوع امبارح عمالين يتساءلوا إيه اللي ممكن يكون حصل لتلميذ الملك الطاغية. فبيقول صديقه زمان الدرع الذي لا يعظم قتله في النهاية هو سيد في مستوى الذروة القتالية. فبيقطع حديثهم فتق دخول أحد الرجال، وبيعلم في المكان بالكامل إن تلميذ الملك الطاغية فتك بجنود الدرع الذي لا يهزم، وخلاهم كلهم بما فيهم القائد بتاعهم عاجزين عن الحركة. فبيصدم كل اللي موجودين، وبيطلع رجل وبيقول الأكثر اندهاشا بقى إن هم على قيد الحياة، بس أنوات الطاقة بتاعتهم تم تدميرها وبقوا عاجزين تماما. فبيأكل الرجال في الدرع الذي لا يهزم جنوده، وبيقولوا إن اللي عمله تلميذ الملك الطاغية ده في جنوده خلاص بيكون طلع كل اللي موجودين على تلميذ الملك الطاغية لقب التنين الشهم، مع العلم إن الأمر ده لا يمت لكانج بصلة، وهو عمال يخش في القتال ويكتسب ألقاب لشخص تاني أصلا. فبيقطع الفرحة دي دخول شخص قوي بيقول لنا إن الإكسير لسه مع تلميذ الملك الطاغية الزعيم تاي شيوك. هيعجبه الخبر ده جدا جدا، وشكلي فيه مصيبة جاية لكانج بطلنا قريب. فبيمشي كانج وبيقول يا لها من أيام زي الزفت والخرا حرفيا، افتكرت إن هم أقوياء بس طلعوا شوية حسالة. أنا متأكد بشكل تام إن أساد الذروة العليا والناس الأقوياء في المريوم هيعجبني، ومين يقدر يحسب الأمور؟ ممكن وأنا ماشي كده أقابل عجوز قوي أو طفل قوي جدا سيكون قادر على قلب موازين العالم وسيفوق قدماء بقوته. فأثناء ما بطلنا شارد بتفكيره بيحس إن في أحد بيبص عليه، وعلشان كده بيقول له كفاية لحد هنا اتفرج،
اخرج. فبيخرج رجل كبير كده هوت باين انه قوي وهو وجماعته، وبيبدأ يقول لكانج انت معكش يا ياسمين الناس الضعفاء اللي زينا محتاجينها، وممكن تعطيها لنا ايه رأيك يا تلميذ الملك الطاغية في الكلام ده؟ فبيتغير وجه بطلنا وبيبقى هينفجر من الغباء، لان العالم كله فاكره تلميذ ملك الطاغية، وهو في الحقيقة ما يعرفش مين الملك الطاغية الخنزير ده أصلا، ولا هو ولا تلميذه. فبيندفع الراجل بكل قوته على بطلنا وهو بيقول يوجد ناس أقوياء أكتر من اللي انت شايفهم في العالم يا ولا. فبيتقدم كانج عليه بسرعة مرعبة، بيركع ضربة بوساطة قبضته اللي متعودين عليها. فبيع الراجل القوي اللي كان فاتح صدره من شوية وعمال يقول أنا اللي حديد التنى، وباين إن وشه هو اللي اتنى حرفيا المرة دي. فبعد دقايق بنشوف كل العناصر الاغتيال التابعة للولد التعبان ده مرمين جنبه على الأرض. فبعد ما بيدمر بطلنا أنوية الطاقة الروحية بيقرر يسيبهم ويمشي، وبيقول مفيش حل في العالم ده بشكل سلمي، السلام بيتم اكتسابه عبر إراقة الدماء فقط. فبادئ بنا الأحداث لقرية تم تدميرها، وبنشوف امرأة كبيرة بالسن بتقول لشخص أرجوك اعفى عن حياتي، ولكن الولد مش بيرحم وبيرفع دماغها إلى السماء بعد ما بيفصل عن جسدها. فبتطول الموت الست البريئة، وبعدها بنشوف المحارب الشيطاني بيشرب من دمائها. هو الشر عنده عالي جدا، وبيقول لها ما كانش لازم تطلع أمامي أيتها العجوز، أنا دمرت القرية كلها وقتلت من فيها فقط لأن الأمر أزعج دماغي مش أكتر، لومي نفسك. واللي قدامك ده يا صديقي اسمه شيطان القبة. فبيجيله صديقه الشيطان برضو اللي بيقول له احنا لازم نلاقي تلميذ الملك الطاغية ده وناخد منه الحبة السماوية، وصديقه ده برضو بيسمى شيطان الكف. فبيقول شيطان القبضة ما تقلقش، أنا كنت متأكد إن هو ما وصلش لمدينة ليو يانجا. وبعدها على طول بياخد شيطان القبضة شيطان الكف وبيجروا للذهاب وإيجاد تلميذ الملك الطاغية اللي للأسف العالم كله فاكره بطل قصتنا كانجا. فبتعي بينا الإحداث مع بطلنا اللي بيكون قاعد بيشرب شاي مع رجلين كده. فبيقول له أحدهم بص يا صديقي كانج، أنت هتمشي من الطريق ده علشان توصل لليون يانجا اللي هي وجهتنا، فنمشي كلنا مع بعضنا أحسن. وفجأة بيقطع كلامه انفجار كبير جدا في المكان بيزلزل الغابة من شدته. فبيندفع جانجا على الأصدقاء لحمايتهم لأنهم ناس طبيعيين مش فنانيين، وبيقول لهم يهربوا بسرعة من المكان. فأثناء ما بطلنا واقف بيشوف شخصين بيتقدموا عليه. فبيقول شيطان القبضة لشيطان الكف صدقت بقى كلامي لما قلت لك إنه لحد الآن لسه ما راحش للمدينة؟ فبيقول له بطلنا قبل ما توصلوا أنا مش تلميذ الملك الطاغية فامشي، أنا مش معايا الشيء اللي انتوا بتدوروا عليه. فبيضحك شيطان القبضة وبيقول لكانج انت فاكر ان احنا هنصدق؟ طب أبلا ولا. وبيرد شيطان الكف شكلك يا فتى ما تعرفش حاجة عننا، شكلي يا أخي فترة اختفائه كانت كبيرة جدا، الناس بقت بتتجرأ علينا والرعب ما بقاش بيتم بثه في قلوبهم كما كان يحدث في السابق. فبيتنخم شيطان الكف وبيقول لكانج بص يا فتى، لأنك أول مرة تشوفنا كده فاحنا الأخوين الشيطانيين الكف والقبضة، فتعالوا أفهمكم مين الاتنين الزبالة دول. الاتنين الزبالة دول عبارة عن بشريين بدون قلب قضوا حياتهم على القتل وسفك الدماء بسبب عاداتهم الشيطانية، فأصبح أعداء للموريون بالكامل. ولما اتقبض عليهم قدروا إن هم يهربوا بواسطة تقنياتهم الشيطانية. فبنرجع لأرض المعركة وبيقول شيطان الكف كان نفسنا ناخد عزلة تدريبية علشان نتوصل لمستوى معين أنا وأخي، ولكن للأسف جالنا خبر إنك معاك الإكسير فقلنا نسلم عليك قبليها. فبيتقدم بطلنا عليه بالسرعة خيالية وهو بيتكلم، بيرفعه من على الأرض وبيسدد له ضربة في نفس اللحظة بتباعد بصورة كبيرة جدا. فبيندفع القبض على بطلنا وهو متعصب لأن كانج يعتبر هجمه بغدر، فبيتفادى جانج الضربة وبيرتعش. والأمر ده بيباه كل الشيطانيين لأنه ما حسش ببطلنا إنه في السماء أصلا. فبيقول لهم أنا أقول لكم نصيحة أخيرة، اهربوا من هنا علشان ما يتمش قتلكم من طرفي. فبيتعصب الكف وبيندفع بكل طاقته على بطلنا كانجا، فبسرعة مرعبة بيديله كانج ركليته الخلقية الشيطان الخاصة بيه، وبيرسلوا عند الشجرة الكبيرة علشان يلزقوا فيها زي اللبانة. وبعدها بيتكلم شيطان القبضة كانج وبيقول له تعرف يا فتى انت مش مختلف عننا، احنا كنا زيك في السابق، هتضمن على القتل وإراقة الدماء، إراقة في عالم الجحيم يا فتى. وبعدها بيموت شيطان القبضة وهو كمان على قد بطلنا كانج. فبيبقى لهم كانج بيقول لهم محدش يقدر يعرف اللي انتوا بتقولوه ده، ومش انتوا اللي هتحددوا موتي أو حياتي. فأثناء ما كان واقف بيلاحظ ان في شخص بيتفرج عليه في الخفاء أثناء ما هو كان بيقاتل الشيطانين. فبيقول له اخرج يا هذا، كفاية كده، أنا عارف إن أنت بتراقبني من مدة كبيرة. فبيخرج رجل غريب كده وبيتأسف لكانج على ردة الفعل اللي عملها، وبيقول له أنا آسف، تصرفي ده مش محترم، كنت عايز أساعدك في قتالك مع الشيطانين بس لقيت إن أنت مهيمن على القتال. فبيقطع كلامه كانج وبيقول له فقررت إن أنت تقف تتفرج عليا صح؟ فبيعتذر الراجل وبيقول لكانج أنا آسف، ما كانش قصدي، أنا هعمل أي حاجة تطلبها مني تعبيرا عن أسفي ليك.
فبيعرف كانج للأمر وبيعرف إنه محارب صالح مش شيطاني، ومن نبرته المهذبة بيعرف إنه زعلان على فعلته إيه اللي عملها دي. فبيقول له الراجل: يا أخي أنا متفاجئ منك جدا إن أنت جبت هجالهم حرفيا لوحدك. التوأمان دول عليهم جايزة مالية كبيرة جدا للي هيجيبهم سواء عايشين أو ميتين. فبيتخض كانج وبيسأله لو كان بيتكلم فعلا بجد. فبيرد الشاب: أيوة يا أخي. فبيرد بطلنا: أنت لسه قايل إن أنت هتعمل لي خدمة صح؟ في هذه الحالة أبلغ الحكومة في اليو يانج باللي حصل ده، ولو عملت كده اعتبر فعلتك اللي انت عملتها خلاص أكنك ما عملتهاش. فبيفرح الشاب جدا وبيسلم على بطلنا وبيقول له: أنا أون تايهو، هعمل اللي طلبته مني بكل سرور. فبيرد بطلنا: وأنا كانج سانجو، هنتقابل تاني لو شاء القدر. فبتحتقب الأحداث لحكومة ليو يانج المقر الرئيسي بتاعهم يعني، وبيقدم رئيس الحكومة الجايزة لبطلنا وهو بيقول له: شرف ليا إن قابلت التنين الشهم شخصيا. فبيقول له كانج: استنى بس، مين التنين الشهم ده؟ فبيرد رئيس الحكومة: انت طبعا يا تلميذ الملك الطاغية. فبيفضل أناس بينادوه فعليا بالاسم الغريب ده، ولكن في النهاية بيقول له كانج: شكرا للمكافأة. وقبل ما يغادر بيقول له رئيس الحكومة: مجموع الأموال هي 1 ليانج ذهبي. فبيفرح كانج جدا والابتسامة بتخترق وجهه، ولأن الناس العامة يعني الطبيعيين بيقبضوا 1 ليانج فضي، والواحد ليانج الذهبي بيساوي 100 ليانج. فمديه كده كانج من الآخر بقى إيه، ماسك الغلبة. فبتتحرك الأحداث في الليل مع كانج اللي بيبقى قاعد في فندق بيلاقي فيه مصباح للضوء ومياه ساخنة. بيقرر إنه ينزل فيها، وحرفيا السعادة بتكون ضخة عليه بصورة كبيرة جدا لأنه مجهد من الصباح. فبيقول لنا كانج: النور الحالي ده مش نور فعلي زي ما كان في حياته السابقة، اللي ظهر ده عبارة عن سحر، تعويذة ضوئية تم صناعتها عن طريق السحر، وبيبقى باين برضه إن العالم ده متحضر بشكل أو بآخر. فأثناء ما بطلنا نايم بيجيله شخص ملثم كده وبيبدأ يدور في غرفته على أمل إنه يلاقي الحبة اللي كله فاكر إن هي معاه. فأثناء ما الحرامي الملثم شغال يسرق من كانج بيجيله بطلنا وبيقول له: يا هذا مش حاجة حلوة إنك تسرق الناس. فيشعر اللص إن كانج خلفه بيكون بحركة سريعة كده وبيسدد هجوم لقتل كانج. فبيطلع مع بطلنا كانج اللي بسرعة خيالية بيشوف هجوم اللانس وبيقوم قافل نقاط الطاقة عنده. فبيقع قاتل لسه على الأرض وهو مصدوم مش مصدق إن كانج قفله نقاط الحيوية وخلاه زي العاجز لدرجة إنه مش عارف يحرك جسده. فبيقول له بطلنا: هو أنت لقيت اللي بتدور عليه ايون تيهو؟ فبينصدم ايون وبيسأل كانجا: أنت عرفت منين إن أنا ايون تيهو؟ وهنا كانت الصدمة إن الحرامي ده هو ايون اللي كان بيتفرج على معركة بطلنا والشيطان. فبيرد كانج: الأمر ده سهل جدا، أنا عرفت إنه أنت من الوقت اللي حطيت فيه عليا سمة تتبع لما سلمت عليا في السابق. فبيقول له ايون: طب هو فين الهدية اللي هتسلم؟ هو مش أنت تلميذ الملكة الطاغية؟ فبيرد كانج: في الحقيقة لا، ده مش أنا مش تلميذ الملك الطاغية، حياتك دلوقتي بقت ملكي، هل هتقول لي أنت مين ولا هتحب تموت دلوقتي على إيدي؟ فبيرد ايون: بس هو مش أنت برضو التنين الشهم زي ما بيقول الناس؟ على العموم اعمل اللي أنت عايزه، أنت فاكرني أخاف منك ولا إيه؟ فبتلاقي تعبير كانج وبيقول لايون: بس مين قال إن التنين شهم؟ خلينا أنا أعذبك لحد ما تعترف، أنا من لطفي اديتك فرصة تانية علشان تعيش، بس للأسف شكلك مش عايز تعيش وعايز تموت. وعايز أعرفك برضو إن أنا لو بدأت أعذبك أنت مش هتعيش أصلا. تعرف إيه أول مراحل التعذيب اللي أنا بحب أعملها قوي؟ هي إن أنا بقلع الهدوم، هقلع كل هدومك وأبدأ أولع في جلدك. وعلى الرغم من إن بطلنا عمال يقول كلام بشع جدا ويعني هيعذب بيه ايون، بنشوف تغير تعبير وجهه أول ما بطلنا أخبره إنه هيشيل كل هدومه. فبالعكس بطلنا خوفه من كده وبيقول له: رجالة زي بعض، استحمل بقى علشان اللي هيحصل لك ده مفيش بشر يقدر يستحمله. فبيخابل عن قوجيون أكتر وبيقول: بس مش انت تنين محترم تابع للطوائف الصالحة؟ ازاي عايز تعمل الحاجات المتوحشة دي؟ محدش بيعمل كده غير الناس اللي من الطوائف الشيطانية. فبيرد عليه بطلنا: انا اديتك خيارين ملهمش التالت، وانت اخترت العذاب الاشد من الموت، استحمل بقى اللي هيحصل لك. فبيخاب عين جون وبيقول لكانج: انا هعمل كل اللي انت عايزه، بس ارجوك ما تعذبنيش. فبيرد كانج: حلو يا ولا، احبك وانت محترم كده. وبيبدأ بطلنا يشيل الماسك اللي لابسه على وجهه علشان شكله مش حلو بيه، ولكن بتحصل حالة صادمة جدا، وهي ان بطلنا وهو بيشيل القناع الملفوف على وجهه بيلاقي قناع مصنوع من الجلد اتشال. فبيبدأ كانج امانه وبيندم عمره لانه بيلاقي عنقوجيون طلعت فتاة متنكرة. فبيبدأ خنزيرهم وبيقول: ايوه كده الامور اتضحت، انا كنت شاكك في رجولة الولد ده اصلا منذ البداية لان صوته كان ناعم وشكله كان زبالة كده، انما دلوقتي وضحت كل حاجة قدامي. فبتفكر البنت وبتقول: مش قادرة اتخيل ان انا ينتهي امر حياتي على يد هذا الشاب الحسالة، انا لازم اعمل اي حاجة انقذ بها نفسي. فبعدها بتتكلم البنت وبتقول لكانج: يا عم انت تعرف انا مين؟ فبرد كانج: لا بس حابب اعرف صراحة. فبترد كده: زعيم أشيرة هاول الكبرى.
فبينفجر كانج من الضحك وبيبقى مش قادر يوقف نفسه عن الضحك، قائلا للبنت: انت بتقولي ايه؟ انت بتقولي ان امك رئيسة واحدة من اقوى 3 عشائر عظيمة في كامل مقاطعة يوليانجا. حلوة النكتة دي، قوليها تاني عشان تضحكني. فبترد كناء: من اقوى العشائر في اليويانجا، لو مش مصدقني بص على اللبس اللي انا لابساه. فبيرد كانج بيقيس نظرة الزبالة المتحركة كانج وبيقول لها: ايه ده؟ هو في شيء بداخل ملابسك؟ تعال بص بصة. فبتتعصب كنا وبتقول له: بس يا زبالة، انت عايز تبص فين؟ احترم حالك. فبيقول لها كانج: خلاص انا كنت بهزر، انا مصدقك. فبترد كده: مصدقني، وكمان مش اي شخص هيجرؤ انه يقول حاجة زي كده غير لو فعلا كان صادق، وانا شايف ان انتي عملتي حاجة غلط ولازم نصححها دلوقتي. فبترصيهم لها بطلنا بنظرة شيطانية وبيقول لها: ببساطة بسببك بقى عندي طريقة أتحكم عن طريقها في واحدة من أقوى 3 أماكن. فبتحبط بالأحداث وبنعرف في وقتها إن جناح ليوليانجا واحد من أشهر 3 مباني في مقاطعة ليوليانجا، وسبب شهرتهم هو تقديمهم لعصير جودته عالية جدا. بدأ يتهافت ليه ناس كتير جدا من جميع الأماكن، ورغم كده إلى إن الجناح ده بيخبي سر ما يعرفوش غير ناس قليلة جدا في المقاطعة كلها، وهو إن الجناح ده مقر العشيرة والكبرى. فبتنسى سيدة وبتقول لبطلنا: يسرني مقابلتك، أنا سيولي هيون زعيمة عشيرة فبيعمل لها كانج غل خنزير وبيقول لها: حلو جدا محافظة على هدوءك رغم إن بنتك رهينة معايا، بتهدديني يا ولا إيه؟ فبيرد كانج: خلينا نتكلم بصراحة، ما حسيتش إن بنتك هتقع رهينة في إيدي صح؟ فبترص ليهم. فبيرد كانج عليها: بنتك ايون مهووسة بالسرقة من وقت كبير، وبيكمل كانج بالنظر ان بنتك اول مرة اتخاطر بعملية سرقة كبيرة زي دي، وانت هادية كده اذا انت تعرفي حاجة، بل ممكن تكوني انت اللي بعتاها وقايله لها اعملي كده. وفي اثناء حرب ال7 تمكنت ابنتك من الهروب، وبنسبة كبيرة اكيد مساعدين عشيرتك ساعدوها في الهروب، وكمان وده اهم ان انت اللي نشرتي ان تلميذ الملك الطاغية لغرفة نومي. انا مش هسكت على الكلام ده تاني. فبتحب سيول بصورة كبيرة جدا وبتقول لبطلنا: شاطر يا ولا، تخمينات كلها صح، شاطر يا وارث جدار النمر الذهبي، انت ذكي ومقاتل قوي كمان. فبيتصدم كانج الصدمة لانها تعرف هويته الكاملة، وبعدها بيقرر يطلب منها تعويض عن اللي عملته. فبترد سيول: فقللك كده ليه؟ فبيرد كانج: ما يخصنيش ان اعرف حاجة ما بحبش اتدخل فيها، وانا من عادتي ما بحبش اتدخل في اللي ملوش فيه، وعلشان كده لو عوضتيني بنفسي مقدار خسارتي اكون شاكر ليكي. فبتعجب من طريقة كلام كانج اللي يعتبر من عائلة تجارية كبيرة، وبتقول له: خلاص انت كسبت في الكلام، عايز ايه كتعويض؟ فبيقول لكانج: اول حاجة، لو جدار النمر طلب مساعدتك لازم عشيرة هاو تبادر وتستجيب لندائه. تاني حاجة، اعطيني شارة شيوخ عشيرة هاو. فبترد شيلو بتعصب بتقول لكانج: انت حمار يا ولا ايه؟ ايه الطلبين دول اصلا؟ دول مبالغ فيهم جدا، انا مش هعمل حاجة زي كده اكيد. فبيتعصب كانج وبيقول لها: عشيرتك عملت 3 خسائر كبيرة ليا. هو بينفعل بطاقته وبيقول لها: أول شيء ملاحقتي من العديد من الفنانين، والأمر ده كان هيتسبب في موتي بسبب نشر الشائعات اللي انت نشرتيها عني. وبعدها كانج بيزيد الضغط في المكان أكتر وبيكمل: تاني شيء هو إنك تسببتي بعداوة بيني وبين الملك الطاغية اللي يعتبر واحد من أقوى 100 سيد قتالي في العالم. هو بعدها بيزيد كانج الضغط أكتر في المكان للدرجة القصوى، بيقول لها: وأخيرا وليس آخرا، انت تجررتي على إرسال ابنتك إلى غرفة نومي مساء علشان تسرقني. فبتندم سيول لأن كل المعلومات القديمة عن كانجن إنه في مستواه الذروة فقط، ولكن قوته الحالية اللي أظهرها والضغط اللي نشره في المكان بيضل إن قوته أقوى منها، اللي هي مستواها أصلا في الذروة العليا. فإذا كده كانج يعني مش في الذروة بس، بل قوته تخطت الذروة العليا كمان. وعلشان كده بتقول لكانج: خلاص هدي حالك، انت الكسبان، اللي حصل كان خطأ، كان لازم اتاكد من مستواك شخصيا قبل ما اتحرك ضدك، اخبرني يلا بشرطك التالت. فبيقول لها كانجا: شرط التالت مش حاجه صعبه، عايزك تجيبي لي قايمه فيها افضل 100 ممارس في جان كلها. فبتقول له: ليه ما يكونش نفسك تتحداهم؟ فبيتحمس كانجو بيقول لها: ايوه فعلا ده اللي هيحصل. فبتقول سيول: خلي بالك الامر ده مش سهل، وانت حاليا محتاج تدريب اكتر على نفسك. على العموم عايز اقول لك ان تلميذ الملك الطاغيه معاه اكسين الارتقاء فعلا، وراح يقدمه لعشيره نانجونج، وانا امرت بنشر الشائعات لحمايته، وخدت فلوس حلوه كمان للمهمه دي. فبيستغرب كانجو بيقول لها: طب هو انت بتقولي لي كده ليه دلوقتي؟ عايزه ايه برضه؟ بترد سيول: انا بقول لك كده علشان اعزز منك واعتذر على فعلتي. فبيرد كانج: مش مهم طول ما انت هتعوضيني بشكل كويس. اذا خلاص. فبعد مرور بعض الوقت بتمر الاحداث بينا، وبنشوف كانج بعد ما استلم قائمه افضل 100 ممارس، ولما بيبص فيها بيلاقي إن صاحب المرتبة 85 بجانب المكان اللي هو فيه، يعني قريب من المكان، وعلشان كده بيقرر ياخد نفسه ويروح علشان يقاتله. فتعالوا احكي لكم عنه. صاحب المرتبة 85 يسمى دام،
هو بالرغم من انه واحد من افضل 100 ممارس عنده حاجة غريبة جدا وعادة مرعبة، وهي انه بيحب القصص والمعلومات. وفي شعب بتقول انك لو قدمت له معلومة جديدة او حكيت له قصة حلوة، يعني ستوري كده جميلة، ممكن يعطي لك شارة دي هتخليك قريب من طائفة المتسولين. ولكن ليومنا هذا مفيش حد عارف ياخد منه الشارة دي. فبيقرب كانج وبيعرف نفسه ليه، فبيقول له دام عايز ايه يا فتى؟ ايه مرادك من القدوم لحد هنا؟ هل جيت تحكي لي بعض الحكايات المشوقة؟ فبيرد كانج انا اعرف الاف القصص والروايات اللي انت ما تعرفش عنها حاجة. فبيتحمس العجوز دم وبيقول لكانج انت هتهزر معايا ولا؟ انا مفيش قصة ما اعرفهاش في العالم ده باكمله. وبعدها بينشر العجوز ضغطه في المكان بالكامل وبيقول لكانج لو طلع اللي انت بتقوله ده شعاعات منك او حاجة انا سمعتها قبل كده انت هتزعل مني جامد. فبيقول لنا كانج الراجل العجوز ده قوي جدا، ضغطه مرعب بحقه. فبيفضل كانج بخاطره بعض القصص من عالمه السابق، وعلشان كده بيقرر يحكيها له في حانة بعيدة عن المكان اللي هو قاعد فيه. فبيقول له دم انا هفرمك لو ما عجبتنيش الحكاية دي او طلعت بتكذب عليا للمرة التانية. فبتتحول الاحداث بعد كده لاحد الحانات، وبنشوف العجوز ماسك عصير قصب وباين انه مش شايف قدامه من شدة فرحه، وبيقول لكانج وهو مبسوط القرد عامل ايه بعد كده؟ فبيرد عليه كانج وبيستغل اللحظة دي وبيقول له تخيل حصل له ايه؟ فبيتعصب دام وبيقول له ما تقطعش عليا القصة يا خنزير علشان ما افتبكش بجسدك. فبيرد كانج انت متعصب وقليل الصبر، استنى نطلب اكل عشان انا جعت. فبيرد دام وهو ما ينفجر من الغضب حرفيا يا ابن الزبالة المتحركة انت بتقطع عليا القصة في الجزء الحماسي. فبيقول لك كانج انا كنت عارف ان ده هيحصل، مفيش فنان ايطالي يقدر يقاوم اغراءات رواية رحلة الى الغرب. فبيقول لكانج يا سيدي انا عايز منك خدمة. فبيقول له دام لسه قصتك مش حلوة للدرجة اللي انا اعطيك فيها شارة المتسولين. فبيرد كانج لا ما تقلقش لسه عندي قصص كتير اقول لك عليها دلوقتي، انا دلوقتي عايز اطلب منك طلب وهو قتال بيني وبينك. فبيقطع حديث بطلنا والعجوز ده دخول رجل ماسك في ايده فتاه بيحاول يقعدها معاه بالغصب. فبتقول له البنت انا قلت لك ان انا مش حابب اقعد معاك. فبيظهر على كانج الاحباط وبيقول لنا اللي حصل ده بيحصل كتير جدا في الروايات قديمه رغم اختلاف الازمنه، الا ان الحقيقه واحده، اول ما بيتطوح الشخص بسبب عصير القصب اللي بيشربه بيبدا يعاكس في البنات هنا وهناك. فبيرد الرجل انا السيد الشاب لطائفه شين، تعالي لازم تكوني فخوره ان انا معجب بيكي اساسا. فبيرد كانج بيقول كفايه اللي بتعمله ده لحد هنا. فبيرد الشاب انت مالك انت؟ ولكن في لحظه بيحصل حاجه غريبه جدا، وهي ان الفتاه الضعيفه بتقوم بتضربه واحده بتلزق دماغ الراجل في الترابيزه. فبيتعصب جدا، هو بيقول لها انا هقتلك يا بنت الخنزير على الاهانه دي، وبتقوم رعشاه بالقلم تاني مرسلا الى عالم الجحيم حرفيا. وبعدها بتقول له انت السيد الشاب لطائفه كين تاي. في النهايه طلعت فتى مدلل مش اكتر، وبتكمل عليه بالضرب. فبيتحرك مساعدين الراجل اللي بقى مش شايف قدامه من كتر الضرب، وبيقولوا لها انت بتعملي ايه يا وتقلعين انت؟ فبترصيهم ازير البريه انتوا اللي بيعملوا سيدكم الشاب عايز يقعدني معاه بالعافيه. فبيندفع واحد من الجنود عليه فجاه بالسيف وخلاص شكلها هتموت، ولكن فجاه بتتصدم مين البت وبتضلع مظلتها تقوم صد ضربت سيف المقاتل. فبيقول العجوز البت دي مش ضعيفه ابدا. وبجانب العجوز كانج بيكون مصدوم من تغير الاحداث اللي حصل فجاه. فبيندفع المقاتل مره كمان عليه ولكن بتصد تاني. فبيقرر صديقه التدخل وغدر الفتاه من خلف ظهرها. فبتعمل الفتاه حركه جامده جدا وهي انها بتوقع الطاوله، فبيقع مع المقاتل على الارض. وبعدها بيدوس العجوز على الشاب وبيقول له مش عيب لما تهجم على امراه غلبانه غير مسلحه زي الفتاه دي. فبيحصل الولد بالاهانه، وفي وقتها بيشتم العجوز اللي بيدوس عليه. ولما بيبص على اصدقائه بيلاقيه يطيروا واحد تلو الاخر، والبت الله ينور عليها مش سايبه حد في حاله. فبيقول للبت انت ضربتي سيد الشاب واصدقائي كمان، طائفه شين تاي هتقتلك ومش هتسيبك في حالك. فبيضحك العجوز ده وبيقول للشباب هو انتوا مش بتشوفوا لحد الان لسه ما تعرفتوش على هويتها بعد النظر للمروحه بتاعتها؟ انتوا عملتم خطأ كبير جدا لحد الان، لان الفتاه هي السليله المباشره لعشيره شوج الكبرى مي هوا. فبتجيب وش الولد الوان اول ما بيعرف انها سليله واحده من العشائر الكبرى. فبتقف مي وبتسال دم انت عرفت هويتي ازاي يا سيدي لمجرد انك شفت المروحه بتاعتي؟ فبيرد العجوز ازاي قائد طائفه المتسولين دم وجاي ما يعرفش هويتك برايك؟ فبتعترفه علشان كده بتنحين احتراما ليه وبتبدا تعرف نفسها. هو بيبين ان هي معجبه بقوته والمعارك العظيمه اللي خدوها طوال فتره حياته. والامر ده بيبسه جدا، وفي النهايه بيشكره. فبيسل دم هو العبيط انت ازاي يا مي بتسافري لوحدك كده عشان تتعلمي الفنون القتاليه؟ ليه ما معكيش حارس او حد يحميكي؟ وبيحضر ان خصمها لو كان في مستوى الذروه القتاليه كانت هتقف في مشاكل كبيره جدا. فبتقول سيموج جواي عشيرتنا مش مهتمه بالفنون القتاليه، قوتنا الحقيقيه هي المصروفات والفخاخ، واحنا ايضا اسياد سحر عظماء. ولو انت خايف عليا فحابب اعرفك ان لو قابلت خصم عظيم واقوى مني فصدق الدميه العظمى اللي ملك الشراهه اللي يعتبر مهاره سريه ما يقدرش يتعلمها غير سليل مباشر، ولو الوضع ازداد سوء هستخدم سحر التحكم في الفضاء. فبيكون كانك قاعد بيسمعها وبيقول في خياله انا لو جات لي فرصه اتعلم السحر في المستقبل مش همانع ابدا. فبيرد كانجل ده هو العبيط اللي خد على دماغه من شويه تبع عيله شين تاي راح فين؟ فبيرد تيد مسول فعلا هو انت خايف منه ولا ايه؟ فبيرد كانج وانا خايف من حساله زيه وزي طائفته ليه؟ فبيتحدى وبيقول في النهايه عيله شو واحده من ال5 عائلات الكبرى،
وعيلة شينتاي عائلة ضعيفة مفيش وجه مقارنة أصلا، والأمر بالنسبة لك برضه بينطبق عليك. أنت يا ابن أحد العشائر التجارية الكبرى، صح ولا إيه ولا يا كانج يا ابن قائد جدار النمر التجاري؟ فبتلمع فجأة يا هون مي وبتقول لكانج أنت يا ابن قائد عشيرة جدار النمر. يا ده العالم صغير، وباين إن في حب من أول نظرة يا حزيز المشاهد. فبيسأل كانج وبيقول اللي حصل ده أنا حاسس إن أنا شفته في الرواية في عالم السابق. بيقول له مالك يا ولا؟ فبيقول كانغ فجأة وبيقول للعجوز إن أي حاجة غلط هتحصل بعد كده هشيلها من جذورها. فبتكون استغراب كل اللي موجودين، وبيسأل دان بطلنا انت بتقولي قصدك ايه باللي بتقوله ده؟ فبتروح الاحداث لطائفة شينتاي، وبنشوف قائد العشرة هو بيقول من الخنزير اللي تجر على لمس ولدي، وبان ان ألم البنت مي لسه معلم على وجه ابنه. فبيرد المساعد ابنك كان معايا في الحانة فبيقطع سيد العيلة كلامه وبيقول له رد عليا مين اللي عمل كده في ابني؟ فبيرد الولد اللي عمل كده هي سليلة مانيو جاج، بيقول ان هي السليل المباشر على شوغ التاشوغي والعجوز من طائفة المتسولين، وكان معاهم شاب غريب كده. فبيرد السيد الجوع وبيقول انا لازم انتقم لابني، بس عائلتنا مش تد طائفة المتسولين ولا عشيرة الشوغي حتى. فبيفضل الولد مين الشخص اللي كان معاهم؟ فبيرد الولد ما اعرفش، العجوز ما جابش سيرته. فبيرد شجوعه اذا ده نكره ملهوش خلفيه. وطبعا شجوع شغله هتهب منه وهيعمل حاجه مش متوقعه، وفجاه بيطلب من تابعيه يجيبوا بطننا لعنده. فبيرد التابع بس يا سيد شجوعه ما فيش معلومات عن الولد، انا اول مره اشوفه اصلا. فبيرد شجوعه حتى ولو ما نعرفش عنه اي حاجه استهدافه هيكون اولى من استهداف التانيين لانهم اقوياء. روحوا هاتوا الولد ده واضربوه لحد ما يبقى على شفا الموت. فبيطلع شرر غير شدك جدا وينفجر في الطائفه كلها. فبيمكن غهومس ومش فاهم اللي بيحصل، فبنسمعه اخرج لساحه العشيره، وبنسهب لان كان غب نفسه راح لهم وضرب كل اعضاء طائفتهم. فبتقدم عليه باقي الطلاب لقتله، ولكن كان واقف له وهو بيتردد في دماغه مقوله واحده الافعال المبتذله يجب اقتلاعها من جذورها. وبعدها بيندفع كل الباقي من الاعضاء وبيشتغل عليهم بالقبضات. فلما بيندفع للجندي خالصه بيلحق وبيديله ضربه بتجيب اجله. فبيندفع دفعه تانية من الطلاب لقتله بالسيوف، ولكن كان غب يصدمنا كلنا وبيقضي عليهم بضربه واحده فقط. فبيندفع جاوب نفسه على كنغ وعزم على قتله. فبيصد كنغ الضربه بوسط للقفاز، وقبل ما يرد الهجوم بيراجع شجوه للخلف وبيطلب على كنغ هجوم شريطان الدماء اللي بيتفاداه، وبيتفت انصار السيف بتاعته في لحظه مرعبه جدا. وببساطه حركات الكونج فو بيسدد على جو ركله بتبعده حوالي 2 متر ولا حاجه، وبتسلها على جدار العائله. فبيبص شجوه على الدولان بتاعه وبيلاقيه اتدمر بسبب ضربه واحده بس من كنغ بطلنا، والامر ده بيصدمه صدمه كبيره. فبيساله وانت مين وايه السبب من مجيئك لهنا؟ فبيتجاهل كنغ كلامه وبيتوجه لروحه فيها رسمه جميله جدا، وبيقول انا معرفش اقول عليكم ايه يا شباب، والله معرفش اقول عليكم مبدعين ولا اقول عليكم شويه خنازير ملحشه مفيش اي حاجه. وبعدها على طول بيقوم بطلنا شال اللوحه، وهنا كانت الصدمه لانها خزانه اموال للعائله اللي طبعا كانت العائله مخبيها ورا هذه اللوحه. فبنصدم شجوعه جدا وبيسال كانغ انت عرفت منين مكان الخزانه؟ ومن اليوم ده بدات رحله الحرامي الشهير اللي بقى بيسرق العائلات الضعيفه بعد تدميرها طبعا وسرقه اموالها. ومن بين الاشياء اللي سرقها كانغ كان بيوجد تقنيات وسجلات سريه متسجل فيها كل الجرائم الشنيعه اللي قامت بيها بعض الطوائف. فيسكت كانغ لحد هنا؟ لا والله، ده يروح يبلغ الحكومه. بعد ما بيسرق الطائفه طبعا علشان يلقب بكانج في الاخر، بطلنا بيلاس القبض المقدس الشهم اتعرف في العالم على انه بيستخدم قبضته. وحرفيا لو تسالتم ازاي الناس عرفت بطلنا بالاسم ده هقولك عشيره هاو طبعا يا صديقي، وسيول بالتحديد، وهي اللي بتكون عملت كده لبطلنا وخلته بطل شعبي علشان تسدد ديونها من ناحيته. فبترد عليه ميلي كانج انت جاي معانا ليه؟ فبترد عليها هد القتال اللي هيدور بينك وبين العجوز، واكيد القتال هيكون ممتع بالنسبه لي. فبيرد كانج انا مش بهزر، انا هقتل السيد ده فعلا، امشي احسن لك. فبترد على ميلي ممكن ما يبقاش نزان رسمي، بس في النهايه هو قتال، انا لازم اتفرج بصفه السليله المباشره لتشوغي، واظن برضو اني مؤهله لحاجه زي كده، صح ولا لا ايها العجوز دام؟ وقبل ما يرفض كانج بيقول لها دام خلاص يا ميلي اتفرجي براحتك، كده كده انت سليلة شوغي، ولو سليلة شوغي بنفسها اتفرجت على القتال هيكون الامر ده حلو. فبداني الكانجو بيقول لي دام استنى يا عم انت بتقول ايه؟ هو ده مش نزان رسمي اصلا، انا شايف اني مش لازم اعرض مهاراتي للسرقه من قبل الغرباء، ومش هعرف فنون السريه قدام الناس وخلاص كده. وفي سره بطلنا بيقول انه مش هيخلي الخنزيره دي تشوف فنونه مهما حصل. فبيرد دام على كلامه ايوه يا كانج انت كلامك صح فعلا. فبترص يومي دام ايوه اعرفه، ده اشهر راوي في الامبراطوريه كلها. فبترد على ميلي بينها وبينه علاقه حلوه، ممكن لو سبتنا اتفرج على القتال اللي هيدور بينك وبين كانج هجيبهولك يحكي لك قصص، ايه رايك؟ فبيتحمس العجوز جدا وبيقول لها
أنا مش هنسى لطفك عشيرتك ده أبدا. وبعدها بيتجاهل كانج وبيقول لها اتفرجي براحتك على القتال، وبيبقى فاضل شوية ويقول لها تعالي أعلمك فنون الخاصة. فبتبرس ميلي بكانج بنظرة الفوز المطلق وبتقول له مش هتعرف تخسرني. فبيقول دام يلا نبدأ القتال يا كانج، وبيبدأ يفعل طاقاته اللي بتخرج للمكان وبيبان إنه قوي جدا. وفي نفس الأمر بينطبق على كانج اللي بيندفع بكل ما أوتي من قوة. هو عايز يهزم دان علشان يبقى أحد الساد 100 الأقوى في العالم. وبس لهنا نكون وصلنا لنهاية الموسم الأول. لو شفت منكم دعم هكملها علشانكم. وبس في النهاية صلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ومن غير كلام كتير ما تنساش تمشي قبل ما تعمل لنا اشتراك في القناة. وسلام يا أخواتي، أشوفكم في الجزء الجديد.